أول حاجة، أنا واحد عاشق للمنصة دي، الموقع اللي أنا كنت باخش عليه كل يوم من بداية لما أصحى لحد ما أنام، لغى التلفزيون من حساباتي خلاص، والمنصة دي هي اليوتيوب. بصوا يا رجالة، أنا حبيت أعمل فكرة جديدة في القناة، وهي إن هجيب سنة معينة ونبتدي نسترجع مع بعض إيه اللي حصل السنة دي وإيه الفيديوهات المشهورة على منصتنا الحبيبة. بس يا جماعة قبل ما نبدأ أنا هركز على الناس اللي كانت بارزة وفجة بمحتواها، ولو كان في حوارات بين اليوتيوبرز وبعضهم هذكرها، بس ما تتوقعش إن هذكر كل الناس، فاكتب لي أنت تحت في التعليقات ونبهني إن ما اتكلمتش عن اليوتيوبر الفلاني تبقى تتكلم عليه المرة الجاية مثلا، وأنا عينيا الاتنين. ويلا بينا هنا نستكشف كيف كانت اليوتيوب المصري سنة 2017. كنت أنا ساعتها في أولى ثانوي، لا أحمل هم، كان كل مشاكلي في الحياة في إن أنا هجيب شيبسي بالجبنة المتبلة ولا بالطماطم، وكنت ببقى قاعد مهموم ومتضايق لأن قناة نيكلوديان ساعتها اتقفلت بدون أي سبب. أنا عارف إن الحوار ده ممكن تكون من 2015، بس أنا كنت لسه متأثر كأن في حد مات مثلا ولا حاجة فحزين عليه. شوف مشاكلي كانت عاملة إزاي ودلوقتي مشاكلي بقى عامل إزاي. يلا هنقول ايه، الحمد لله الحمد لله. جيت في مرة فتحت اليوتيوب لقيت في وشي أغنية بعنوان هاو لونج. ده كان أول أغنية أتعلق بيها على اليوتيوب، وغير طبعا أغنية هابي وأغنية ذاتس وات أي لايك. إيه ده، معقولة مش فاكرها؟ وكان في أغنية منهم اتشهرت جدا، نزل بالتحديد يوم 30 يناير، وهي أغنية شيب اوف يو. الأغنية دي تقريبا كانت أغنية السنة على مدار سنة 2017، الناس كانت بتغنيها وبتسمعها، وفي ظل ما الناس كانت بتتغنى بالأغنية دي يظهر أغنية أسبانية هتكسر الدنيا، هتكسر العالم كله، وهتكسر رقم قياسي في عدد المشاهدات ما حصلتش في تاريخ اليوتيوب، وهي أغنية ديسباسيتو. أنا عارف إن أنت شايف الأغاني دي كرنج وإن إحنا إزاي كنا بنغنيها زمان، بس هو ده كان حل صح. المهم كان في تطبيق كده كان لسه طالع جديد اسمه تيك توك. التطبيق ده كان سمعته وحشة ساعتها لدرجة ان اصحابك لو شافوك مثبت التطبيق ده على التليفون بتاعك هيشوفوك عيل شمال بلا تفكير وبلا تردد، وده لان التطبيق كان بيقدم ابشع محتوى انت ممكن تشوفه. عري تلاقي نسوان بتقلع ماشي، اتنين اساسا ما بيعرفوش يمثلوا وماله. بس كان في نقطة أمل في اليوتيوب، بدأ محتوى على التيك توك بس كان يعني هادف، والشخص ده هو ديلي صبري، بس مش حابب ان اتكلم عليه دلوقتي لانه كان لسه بيبدأ ساعتها فما خدش الهالة اللي خدها بعد كده. فتحت اليوتيوب بصيت على الريكومندد، المحتوى اللي اليوتيوب بيرشحها لي عشان اتفرج عليها فيديوهات زي كده: شاهد اتنين بيعملوا رقصة كيكي في الشارع، شاهد علي ربيع وخروجه عن النص للمرة المليون، شاهد خناقة نار بين مطبخ صدفة ومطبخ عناد، انا هربيكي وهكسر عظمك. هي دي يا جماعة العناوين اللي انا كنت بشوفها في صفحة الترندنج، وايه بقى كانت بتجيب اعلى المشاهدات. كل ما بتهول في العنوان كل ما هتجيب مشاهدات اكتر. مش هتصوروا ايه اللي حصل وانا قاعد بمنتج، مش هتصدق ايه اللي حصل، هصدق ايه يعني؟ ايه الحاجة اللي ممكن تكون خارجة نطاق عقلي هيحصل مثلا وانا بمنتج؟ ولو انت عارف الفترة دي في اليوتيوب اكيد هتفهم قصدي. بس كانت في حاجة محزناني وهي سقوط قنوات هل تعلم. فاكرين قناة هل تعلم؟ كانت القناة الاشهر على اليوتيوب في الوطن العربي كله، كانت كل ما بتنزل فيديو بتجيب ال2 مليون وال3 مليون مشاهدة زي السلام عليكم. بس دلوقتي القناة يعني حالها تصعب على الكافر والله، هي وقناة متع عقلك. بس متع عقلك هي اللي فضلت تقاوح شوية عن هل تعلم. وفي سنة 2017 بالذات شهادة ناس كانت بتموت على الساحة بالتدريج وناس كانت بتطلع بسرعة الصاروخ. بعد ما شد سرور عمل فيلم تايتانيك وبدأ يقدم محتوى ملوش أي 30 لازمة على الانستجرام، ونور ستار اللي كانت من أكبر القنوات النسائية على اليوتيوب هي كمان خرجت من على الساحة واتفرغت للجواز. ونفس الكلام في هالة تي في، البنت الطموحة اللي احنا اتعلقنا بيها على اليوتيوب، بدأت تشتغل في شركة وبقى ليها كاريرها، وطبعا اتجوزت وقررت بانها تبعد عن اليوتيوب يلا زي اخواتك. القنوات اللي انا بكلمكم عليها دول كانوا هم العتاولة بتوع اليوتيوب، كانوا بيجيبوا 2 مليون مشاهدة عادي بسهولة. ناس كانت عندها 5 ملايين و6 ملايين سبسكرايبرز. شاد سرور في الوقت ده كان تقريبا عنده 3 مليون و500 ألف.
كان هو اقلهم في حته المشتركين، بس لازم تحط في الاعتبار بان هم بنات، هم هيجذبوا جمهور اكتر. واحنا كمصريين حبينا في شادي سرور بسطته، مش لازم يصور في استوديو، لا بيصور في صاله شقته عادي، مش مكسوف وهو بيعرض علاقه الابن مع الام مثلا، او الابن مع الاب، او مشاكلنا مع المذاكره. وسر حبنا في شادي سرور لانه كان هو الوحيد في الوطن العربي اللي كان بيقدم المحتوى ده على السوشيال ميديا عموما. لو بصيت يمينك او شمالك دلوقتي هتلاقي ان كل 5 دقايق فيديو كوميدي. الحوار كان مختلف من 7-8 سنين. المهم بعد ما قنوات العتاولة دول ماتت على اليوتيوب، ظهرت ناس جديدة، في منهم كانوا وفي منهم كانوا ناس فعلا بتقدم محتوى حلو. والناس اللي انا كنت مقتنع بيها وبحبها جدا هو نادر احمد، شخص فعلا دمه خفيف، وبداية شهرته كانت على الفيسبوك ويولع المنصة دي، فجاب الفيديوهات اللي اتشهرت على الفيسبوك حطها في اليوتيوب ولعت هي كمان. ومش هو بس اللي كان بيعمل كوميديا حلوة في الفترة دي، عندك شيكو افندي والعيال دي. بصراحة انا احترت معاهم، انا مش عارف اقول عليهم ولا اقول عليهم ان هم بيضحكوا فعلا، بس احب احييهم بجد على المجهود اللي هم بيقدموه في كل فيديو. ان هم يروحوا المدرسه يصوروا في فصل، او ان هم يحجزوا في ملعب كوره عندهم في الشارع عشان يصوروا فيديو، او ان هم يصوروا في الشارع. فالموضوع كان جديد. وبمناسبه ان انا جبت سيره العيال دي، كانت في اغنيه شعبيه اتشهرت جدا في 2017. الاغنيه دي بتاعت قولولي كام بس سيبك، الأغنية دي كوم، والأغنية اللي عملوها أوكا وأورتيجا كوم تاني. يفضل يقولك العب يلا. وأنا هنا بقى ولا بتكلم في موجة راب، ولا الراب سين ظهر في قمته زي 2019 2020. المهم قنوات زي وهبز واحمد ابو زيد ويس يوتيوب جيمنج، والاهم قناه اتش كيو جيمر، القناه اللي لحد دلوقتي ما نزلوش ولا فيديو جديد عندهم في القناه. مش عارف ايه السبب، هل هم كانوا فريق وانفصلوا؟ طب ما حد منهم يكمل القناه، يكمل ان هو ينزل فيديوهات على الاقل مثلا، يعني ما يكونش منتظم بس على الاقل يكون القناه بيتنزل عليها محتوى. لا مفيش خالص، القناة دي مفيش أي محتوى بينزل عليها، إن شاء الله حتى لو بوست على المنتدى. طب إيه السبب؟ محدش عارف. في نظرية كانت بتقول للناس اللي كانت متابعة اتش كيو جيمرز بإن كان في شخص أو كاركتر اسمه ستريمر، ده كان واكل الجو، الناس كانت بتتفرج عشانه، فاختلفوا ولا إيه اللي حصل، فستريمر عمل قناة لوحده على اليوتيوب، والجمهور اللي متعلق بيه راحوا له هناك، فكان إلى حد ما هو السبب الرئيسي في نجاح قناة اتش كيو جيمرز. بس محدش عارف الحقيقة، تفتكروش إن أنا قاعد بلت وبعجن وإن أنا بفتي. المهم احنا كنا بنقول ايه على قد ما كانت في قنوات حلوه على اليوتيوب، على قد ما كانت في قنوات على اليوتيوب، والقنوات دول على راسهم محمد خالد. راجع من درس الموسيقى بالكوتش القديمة. ولا اقول لك لا مؤاخذه يا محمد يا خالد، انت بدل ما هتبقى المركز الاول في البضان هتبقى المركز التاني، معلش مع حقك عليا مسحه فيا دي. افضل ناس كانت على اليوتيوب ساعتها احمد حسن وزينب، مين يتفق؟ محتواهم كان فيه استسهال فشخ، وهم اللي بدعوا المحتوى العائلي على اليوتيوب. وشفنا ناس بعديهم بقى حمدي ووفاء وحليم وامل وكابلز كتير بقى على اليوتيوب بيصوروا حياتهم واكلهم وشربهم ونومهم ودخولهم الحمام وبيعملوا واحد ازاي وحاجات غريبة كده. فكان الوباء ده بسبب جزء اللي انتوا شايفهم دول. نيجي بقى على المركز التاني في وهو محمد خالد. تعالى يا بتاع راجع من درس الموسيقى ده بس بعيدا عن الهزار، الواد ده وحش، يعني اشتقت بان احس ان بسببك او بالطريقه الكرنج اللي انت بتتكلم بيها. اول فيديو اشوفه لمحمد خالد على الاطلاق كان داخل في تحدي مع صاحبه، وصاحبه ده فسخ حته دين قفا كف ابن حرام. يا نهار اسود يا جدعان، يمكن اللقطة دي كفيلة في انها ما تضحكنيش 10 سنين قدام، لان اكون خلصت طاقة الضحك كلها خلاص في اللقطة دي. بس لو عاوزين الحق، محمد خالد كان بيقدم محتوى لطيف كويس في البداية، بس مع الوقت بدأ يتغر، شاف نفسه جاستن بيبر من ساعة ما عمل تسريحة الاناناسة دي، وانا بصراحة. وسبحان الله كل ما محمد خالد يظهر مع يوتيوبر، اليوتيوبر ده يضيع. ظهر مع دايلر بعديها اتحبس. ظهر مع نادر احمد مستواه نزل، وفيديوهاته الكوميدية ما بقتش تضحك زي الاول. انت بتعمل ايه في الناس يا ابني؟ طبعا ما تفتكرش ان الصداقة اللي بيبقى بينهم دي صداقة حقيقية، لا ده محمد خالد بيبقى عاوز زي يتمحك في اليوتيوبر اللي معاه عشان الفانز بتوعه يعرفوا مين هو محمد خالد ويشتركوا عنده في القناة. يعني الحوار داير على المصلحة من الاخر.
محمد خالد وصل لمرحلة انه بقى اشهر من نادر احمد واشهر من دايلر، لغاية لما اتجه بعد كده للراب، وكمان احتك باحمد حسن وزينب وقال ان هو هيعمل عليهم ديس تراك لانهم بيقدموا محتوى تافه. ايه ده الحلاوة ده كله والايمان ده كله ولا على اساس اللي انت مقرئ على اليوتيوب؟ يا استاذ يا استاذ الله يكرمك. بطل عليا. ومن الراب ما بقاش يجيب مشاهدات اساسا زي الاول، وحالة القناة عنده تصعب على ابراهيم عيسى نفسه، هبوط حاد في الدورة اليوتيوبية. بس في اليومين اللي احنا فيهم دول بصيت على البروفايل بتاعه ولقيت ان شكله اتغير تماما وعمل محتوى مفيد، ودي انا حاسسها كانت متأخرة قوي. اللي عمل نفس التغيير ده هو نادر احمد لما عمل برنامج نادر العاصمة، نقل من المحتوى الكوميدي خلاه محتوى للكبار، معلومات ظريف، حاجة كده عاملة زي برنامج الدحيح، لأنه أدرك حاجة مهمة جدا، إنه بيكبر. ساعات الجمهور اللي على اليوتيوب ما بيفهمش إن اللي قدامهم بيكبر ومسؤولياته بتكتر وعقليته نفسها بتتغير مع الوقت. ممكن تلاقيه اهتمامه في الجيمنج، بس بعد كام سنة تلاقيه اهتمامه في حاجة تانية. هو كده، هو دماغ الإنسان بتتغير. تعال أقول لكم تجربة عني أنا شخصيا. مش ملاحظين إن أنا ما كنتش بنزل على قناة الجيمنج كتير؟ وده لأن شغفي للجيمنج ما بقاش زي شغفي للجيمنج سنة 2022. في وقت شغفك بيبقى عالي جدا وضارب في السما، ووقت تاني تلاقي نفسك ما عندكش ذرة شغف، خلاص حس ان انت مش هقولك مش طايق المجال، بس اللي هو مش مهتم اعرف ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى. يعني جه عليك وقت اتطفيت. ازاي نرجع للشغف ده تاني؟ لو انت يعني شخص فاقد الشغف لحاجة، اسأل لنفسك سؤال: هو انا ليه حبيت المجال ده اصلا؟ لو هنتكلم مثلا عن مجال المصارعة، انا ليه حبيت مجال المصارعة؟ والله ما عارف، ممكن عشان مرتبطة بطفولتي. كل ما ببص على المصارعة وبتفرج عليها بفتكر ايام ما كنت بتفرج عليها وانا صغير. مش عارف. وننتقل من محمد خالد لفادي عضلات. فادي عضلات انسان لطيف. فادي عضلات هو بس تتقبله، مش لدرجة انك تتنرفز او تتضايق منه. يعني انا بضحك على كل فيديوهاته بصراحة. فيديوهاته زمان كانت بتظبط لي مودي، عليا امتحان ومش عارف اذاكر وشكلي هسقط، او مشغل فيديو لفادي عضلات انسى ان عندي امتحان اصلا بكرة. من كمية العبث اللي بشوفه في الفيديو انا نفسي بضحك. ده طبعا قبل الترند بتاع اني لقيت اثار ومولتو سندوتش والجو ده. هو قناته دلوقتي ما بقتش تجيب مشاهدات زي الاول، بس يعني اهو بيكمل بياكل عيش في اليوتيوب، مفيش مشكله. نيجي مثلا على المركز لا مش هنمشيها مراكز بقى، تعال نتكلم عن قناه اليوتيوب ساعتها قناة طربوش. ولو مش فاكر مين طربوش، تعال افكرك عنوان من عناوين فيديوهاته: ازاي تشغل لعبة بابجي على آلة حاسبة كاسيو، مشهور بالعناوين المضللة والكليك بيت. وايه بقى، كان محترف في الفترة دي. صور فيديوهاته دلوقتي وباينه قوي ان هي صوره تركيب، بس احنا زمان ما كناش ملمين قوي بان الصوره تركيب ولا مش تركيب. قناه تانية زي محمود هتركانو ورحله البحث عن فتاة احلامه اللي نيجي بقى نخش على التوعويات، الفيديوهات اللي بتحث على الفضيله وبتبقى مكتوبه تحت الفيديو برعايه النصح والارشاد. فيديوهات زي الهلال شو والاختبارات اللي بيعملها على الناس في الشارع اللي مش تمثيل خالص، وبيقول لها اديك 5000 جنيه وتقلع الحجاب، او اديك 10000 جنيه وتديني رقم تليفونك، او يروح لحد من صحابه فقير نايم في الشارع واللي مش متفق معاه خالص يمشيه ويأكله أكلة نضيفة ويلبسه لبس نضيف، وفي الآخر يقول الله يكرمك يا هلالي، أنا من غيرك كنت ضيعت، أنا في الدنيا أقسم بالله. بحق ربنا أنا كنت بتفرج على فيديوهاته وأنا بعيط من الضحك. كان في واحد برضه ظاهر على اليوتيوب شبه الهلالي شو شوية، التوعية بقى والنصح والإرشاد، كان اسمه نادر الكميلي، حاجة زي كده. محتواه عبارة عن إيه؟ محتوى تمثيلي عادي خالص، عنده عقوق والدين غير طبيعي. قبل كده في مرة أمه كانت بتكلمه في التليفون سبلها الدين وقال لها أنا مع أصحابي يا مارا، بس حد من عيلته بيموت وبيحزن عليه وبينزل بآية قرآنية علشان الندم وكده. يعني هي اتعملت مرة واتشهر جدا، بس بقى كل شوية في فيديوهاته بيكرر نفس السايكل، لدرجة انك ممكن تتوقع ايه اللي هيحصل في الفيديو قبل ما تتفرج على الفيديو اصلا. وطبعا مش هنقفل السنة لحد هنا، ما جبناش سيرة اكبر ترند في سنة 2017. ركبني المرجح. يا نهار ازرق، في ناس كانت بتخاف من الكليب ده حرفيا. انا اللي كان ليا اصحابي بيخافوا من البنت اللي بتغني دي، كانوا بيخافوا منها بجد، بس انا قشطه عادي. بس انا
يعني الكليب مش مفهوم، بس هو ده كان مشكلتي يعني. انا ما كملتكمش العداوه النار اللي كان بين محمد خالد واحمد حسن وزينب. طلعوا كل ده متفقين في الاخر، ومحمد خالد مش بيكرهه ولا حاجه، ولا احمد حسن بيكرهه ولا حاجه، ولا رفعوا على بعض قضايا زي ما بيقولوا. علشان ان شاء الله هنرفع قضية على الشخص اللي شهر بأحمد واتهمه بالدياسة، ودي كلمة كبيرة قوي. احنا لا مؤاخذه كلنا كجمهور خدنا مقلب، ادونا السوكه ولاد المهتوكه. وطبعا الترند الاشهر اللي كان منتشر على اليوتيوب هو لعبه فورتنايت، وبدايه الصعود الصاروخي للعبه دي. وفي ظل ما كانت امريكا بتلعب فورتنايت، احنا كمان كان عندنا لعبه ترند، خلي بالك. هو لعبه ايه بقى؟ الحوت الازرق. أقل من شهر 5 حالات انتحار في الجزائر، والسبب لعبة إلكترونية اسمها الحوت الأزرق. ولا ما عارف يا جدعان، واحنا زمان كنا تافهه قوي كده، كنا ايه، كنا عبطه قوي كده. واللعبه اللي انا ناس كتير هتزعل مني لو ما جبت سيرتها، وهي لعبه بوكيمون على التليفون. اللعبه دي يا جدعان كانت هزه مصر ساعتها، الناس متخلفين ماشيين في الشارع بالتليفون وبيدوروا على البوكيمون. المهم سنه 2017 من السنين اللي انا حبيتها جدا، وكانت الدنيا لسه بخير. تحس انك كنت شايف العالم بمنظور، عارف انت لما بتعلي الساتوريتد تشبع الالوان، هو انا كنت شايف العالم كده فعلا. وحشتني السنه دي، ولو وحشني اكتر سنه 2018. لو عاوزين نعمل فيديو بقى على سنه 2018 اكتبوا لي تحت في التعليقات، ووصلوا الفيديو ده لاعلى نسبه لايكات، وهنزل لكم ان شاء الله الجزء التاني ان احنا نتكلم على 2018 كانت عامله ازاي على اليوتيوب. وبس كده، اعمل لايك، اشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.